اوعى يبقى عندك عرق نسا وتعمل الخمس غلطات دي. مساء الخير، انا دكتور محمد عبد الوهاب، اخصائي علاج طبيعي وتاهيل، ودي مراكز نو بين كلينيك. دي سادس حلقه من سلسله الغضروف ومشاكل العمود الفقري. اتمنى تكون شفت الحلقات اللي فاتت. عرق النسا عباره عن الم المريض بيوصفه ويقول انا حاسس بمسمار او سكينه في مكان الحقنه. الالم ده يبدا ينزل من ورا، من رجلك من ورا لحد الركبه، ممكن ينزل لحد الانكل او الكاحل تحت. الالم ده ممكن يبقى في رجل واحده وممكن يبقى في الرجلين، ممكن يجي مع المجهود وممكن يفضل معاك طول النهار. ممكن الالم ده يبقى في ظهرك ونازل على رجلك، وممكن يبقى في رجلك بس، وممكن يبقى في الاثنين. عرق النسا ده عرض مش مرض، يعني هو بسبب ضغط على العصب الوركي. اول غلطه المريض بيعملها انه ما بيبقاش عارف هل الالم ده من عرق نسا حقيقي ولا عرق نسا كاذب. عرق النسا الحقيقي اللي هو بسبب الالم غضروف، اما عرق النسا الكاذب بيبقى سبب الالم اي حاجه تانية غير الغضروف. عرق النسا الحقيقي المريض مش هيعرف يوطي، يوم ما يوطي هيوطي زي الصوره دي، ومش هيقدر يرفع رجله وهو نايم على ظهره زي الصوره دي. لو انت ما قدرتش توطي ولا ترفع رجلك، ده بنسبه كبيره انت عندك عرق نسا حقيقي. اما لو المريض عرف يوطي زي الصوره دي او عرف يرفع رجله وهو نايم زي الصوره دي، ده بنسبه كبيره عرق نسا كاذب، وبنقول عليه عرق نسا وهمي. وعشان اطمنك 80% من المرضى عندهم عرق نسا كاذب مش حقيقي، 20% بس اللي عرق نسا حقيقي. ومن ضمن ال 20% 10% الالم بتاعهم بسبب استقامه الفقرات القطنيه، وده شرحناه في الحلقه الثالثه، اتمنى تروح تشوفها. يعني باختصار 90% من الحالات بتخف بدون تدخل جراحي، وده شرحته بالتفصيل في مقال على الموقع من 3 سنين اسمه علاج طبيعي ولا جراحه. هتلاقيني سايب لك لينك المقال في اول تعليق، اقرا المقال بالتفصيل هتفهم ايه مشكلته وهتعرف هل انت محتاج جراحه ولا لا. نيجي بقى لتاني غلطه. تاني غلطه ان ما تعملش بوتوكس ولا جراحه تطوير العضلات لو عندك عرق نسا كاذب. احنا قلنا من شويه في عرق نسا كاذب. عرق نسا كاذب يعني الم بسبب اي حاجه تانية غير الغضروف. من ضمن الحاجات اللي بتعمل عرق نسا كاذب واشهر حاجه عضله اسمها بايرفورمس، بنقول عليها العضله الكمثريه. الاعصاب وهي خارجه من الفقره الرابعه والخامسه قطنيه والاولى والثانيه والثالثه عجزيه بتتجمع مع بعض في عصب واحد اسمه العصب الوركي. ده اكبر عصب في الجسم. العصب ده بينزل من الظهر، ينزل على الوسط من ورا، وبعد كده ينزل على العضله الكمثريه. بعض الناس ربنا خلقهم العصب الوركي ده بيعدي من قدام العضله الكمثريه، وناس ثانيه العصب الوركي ده بيعدي من ورا العضله الكمثريه، وناس ثالثه العصب الوركي بيعدي من جوه العضله الكمثريه داخل جواها. فلو المريض بيقعد فترات طويله او بقى في فترات طويله غلط، العضله دي بتبدا تتقلص وتشد، فتقوم ضغطه على العصب جامد جدا، فيبدا المريض يقول لك انا حاسس بمسمار او سكينه في مكان الحقنه، وممكن المسمار ده والالم ده ينزل لحد الركبه او تحت. طبعا في عضلات تانية بتعمل مشاكل زي دي، بس دي اشهرهم. وطبعا لو انت عندك المشكله دي ما تعملش بوتوكس في العضله الكمثريه او في اي عضله تانية، وما تعملش تطويل للعضله، لان انا للاسف شفت بعض الدكاتره بتقول ان احنا بنعمل بوتوكس، وده كلام ملوش اساس علمي. تشخيص عرق النسا الكاذب برضو ما بيبقاش بالسونار. السونار ده بنستخدمه لو في مزق في اي عضله. اما ان انت هتشخص عضله كمثريه او هتشخص بايرفورمس سيندروم بالسونار ملوش اي لازمه، بتتشخص بالتستات والاختبارات اللي بنعملها ساعه الكشف. فدي تاني غلطه، اوعى تعمل تطويل للعضله واوعى تعمل بوتوكس في العضله. ثالث غلطه، وهي ان انت مش دايما تركز ان المشكله دايما هتبقى بسبب الغضروف او العضلات، لا، ممكن المشكله بتبقى بسبب الفشل. ودي برضو حاجه انا كنت شرحتها في الحلقه الرابعه تقريبا بتاعه الرنين والغضروف، ابقى شوفها. في العصب الوركي لما بينزل لحد القدم، ساعات العصب بيتزنق عند الحته دي من الرجل تحت فاشيه اسمها فليكسور ريتيناكولم، زي الصوره كده. العصب وهو معدي ورا العظم بيتزنق بالظبط زي الزنقه اللي بتحصل للناس اللي عندها اختناق في العصب بتاع الايد. دي اسمها كاربال تانل سندروم، اللي هو اختناق في الايد. اللي تحت اسمها تارسال تانل سندروم. فالدكتور الشاطر ما يركزش بس على الظهر او يركز على العضلات، لازم يشوف الفاشيه. طبعا نفس الكلام اللي قلته ده بالظبط في الرقبه، يعني في الرقبه الم بيبقى نتيجه الغضروف، والم نتيجه العضلات، والم نتيجه الفاشيه. بس مش وقته ان انا اشرح الكلام ده عشان وقت الحلقه، هبقى اشرحهم ان شاء الله في حلقه منفصله. نيجي بقى لرابع مشكله، وهي ان لو انت عندك عرق نسا او اي الم مش شرط عرق نسا، ما تقعدش تاخد مسكنات وباسط عضلات، تقعد تتنقل من دكتور عظام لدكتور مخ واعصاب ويكتب لك نفس الادويه هياها باسماء مختلفه. مش هيحصل اي حاجه، الادويه مش هتعمل لك حاجه، بل بالعكس، كتر المسكنات هيسبب لك قرحه في المعده، وبسط العضلات هيخليك دايخ طول النهار مش عارف تركز ولا عارف تشتغل. اتعامل مع المشكله وحلها، مش تخفي الالم بس. بالظبط زي ما تكون ماشي بالعربيه بتاعتك واللمبه بتاعت الزيت
تنور. الطبيعي ان انت ما بتطفيش لمبه الزيت، انت اصلا مش هتعرف تطفيها. الطبيعي ان انت هتشوف الزيت بتاعك او تكشف، لان انت لو كبرت دماغك وما شفتش ايه المشكله وسبب ان اللمبه دي تنور، يا اما هتقف في نص الطريق، يا اما بعد فتره الموتور نفسه هيتشال ويترمى ويجي موتور جديد او تعمل له عمره. بالظبط ده اللي بيحصل عندك. انت لو الالم ده ظهر ما تقعدش تخفي الالم وتاخد مسكنات، لا، ده جسمك بيقول لك ان في مشكله، المشكله دي لو سمحت حلها. امتى المسكنات وبسط العضلات يبقوا كويسين؟ لو في التهاب، والالتهاب ده بالكتير قوي شهر. يعني انت لو خدت المسكنات شهر ومفيش اي تحسن، خلاص مشكلتك بقى مش مشكله مسكنات ولا مشكله التهابات، مشكلتك ان انت تحل المشكله دي. وهنيجي بقى لحل المشكله دي هيبقى عن طريق العلاج الطبيعي. ونيجي لخامس غلطه. خامس غلطه، انت لو عندك الالم وخدت الادويه وما اتحسنتش تروح علاج طبيعي. بعض الدكاتره للاسف ما بيحولوش المريض علاج طبيعي من بدري، بيحولوه متاخر. وفي بعض الدكاتره ما بيرضاش يحول المريض علاج طبيعي، ده نتيجه ان هو يا اما خايف ان العلاج الطبيعي لو اتعمل غلط المشكله تزيد اكتر، يا اما هو مش عايزه يروح علاج طبيعي وعايزه يروح. طيب العلاج هيبقى ايه؟ تاني مشكله، وانت رايح تعمل علاج طبيعي اتاكد ان انت رايح لدكتور، مش رايح لاي حد. اتاكد ان انت رايح لدكتور وفاهم. ولو انت بتعمل علاج طبيعي صح، المفروض الدنيا تبدا تتحسن من اول الجلسه الرابعه او الخامسه السادسه بالكتير. تحس ان الدنيا بقت احسن من الاول، مش خفيت بس بقيت احسن من الاول. والعلاج الطبيعي عشان يجيب نتيجه لازم نشتغل على حاجه اسمها اعاده التوازن العضلي لعضلات الوسط وعضلات الظهر. ولو مش عارف يعني ايه توازن عضلي، انا برضو شرحت يعني ايه توازن عضلي في الموقع، تقدر تدخل على الموقع وتقرا المقال اسمه يعني ايه توازن عضلي، هتفهم كل حاجه. فانت لو بتشتغل عن طريق التوازن العضلي الموضوع هينتهي وتبدا تحسن من اول الجلسه الرابعه او الخامسه والموضوع ينتهي بالتدريج. اما لو انت بتشتغل علاج طبيعي عباره عن لمبه حمراء او انفراريد والتراسونيك وذبذبات او حتى شد فقرات، كل ده عوامل مساعده مش هتحسنك، او لو في تحسن هيبقى تحسن مؤقت وهتقعد تاخد جلسات كتير بال30 وال40 جلسه ومفيش اي تحسن. فالغلطه الخامسه، يبدا علاج طبيعي بدري وروح لحد فاهم. وطبعا في النهايه لو انت مريض بتعاني من عرق النسا او اي مشاكل من مشاكل العمود الفقري او المفاصل سواء الكتف او الركبه او اي مفصل، تقدر تتواصل معانا ان شاء الله عن طريق ارقام الفروع اللي ظاهره قدامك على الشاشه. تتواصل معانا وان شاء الله مشكلتك محلوله. وما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت وتتابع الحلقات اللي جايه وتستنى كل جديد. شكرا.